Hello, my dear third year secondary stage students in Al Azhar. Welcome to this new episode. Today, inshallah, we're going to study Glimpse of Revelation 3, Unit 5, Islamic Values, Lesson 4, A Modest Person. أهلا بيكم أحبائي كل طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري، والنهاردة إن شاء الله هندرس الوحدة الخامسة قيم إسلامية في ومضة من الوحي ليكم الثلاثة يعني، وهندرس الدرس الرابع وعنوانه A Modest Person. A Modest Person يعني شخص حيي. هناخد إزاي إن الإنسان المسلم يكون بيتمتع بالخوف من الله ويكون عنده صفة The Modesty اللي احنا درسناها في الليسون اللي كان قبل الليسون ده، وهنستعرض كمان حاجة في القرآن الكريم بيصورها وهي حياء سيدنا موسى عندما ساعد السيدتين عند بئر مدين. Let's start in the name of Allah. خلينا يلا نبدأ البارت الأولاني في الليسون ده. زي ما انتم شايفين في الشاشة عندي lesson 4 عنوانه A Modest Person، وأول بوينت هنتكلم فيها هي the effect of modesty on life، يعني تأثير الحياة على الحياة بتاعتنا، يعني تأثير الخوف من الله. احنا قلنا قبل كده تعريف modesty أو معناها يعني in the fear of Allah، ان الانسان يكون عنده حياء من الله، يعني خوف من الله، يعني ما يقدمش على الذنب او ما يقدمش على الاكت اللي هو بيسبب اللي هو displeasing الله، يعني غضب الله. alright. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. Modesty brings nothing except good. Modesty brings nothing except good. طبعا the prophet has spoken the truth، يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. and this speech by the prophet was narrated by بخاري، رواه البخاري. okay. let's dive deeper into the effect of modesty on life. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن تأثير الحياة على حياة الشخص. اوكي. طيب، أول حاجة بيقول لي إن المودستي is reflected in a Muslim's way of speaking, dressing and behaving. Modesty is reflected in a Muslim's way of speaking, dressing and behaving. يعني الكلام ده يعني احنا بنجد ان صفة الحياء بتنعكس في طريقة الشخص المسلم في التحدث بتاعه، الكلام، dressing الملبس، behaving التصرفات. يبقى دي الثلاث اشياء، ثلاث جوانب او sides او aspects اللي بتظهر the modesty of a person او a Muslim، بتنعكس فيها it's reflected او it's shown في ايه يا ترى؟ بتظهر في ايه؟ في السبيكينج، طريقه الكلام بتاع المسلم، في الدريسنج how he dresses، او يعني ايه هو لابس ايه، او الكلوثز بتاعته عامله ازاي سواء هو رجل او ست. alright. طبعا ليها قواعد اسلاميه الامور دي. behaving التصرفات او الاكشنز. alright. طيب، كمان بيقول لي ان المودستي is manifested in one's relationship with his Lord and others. Modesty is manifested in one's relationship with his Lord and others. الحياء بيظهر في علاقة الإنسان مع ربه وكمان مع الآخرين. لها شقين العلاقة دي، لازم العلاقة دي مع الإنسان مع ربه ومع الآخرين يظهر فيها صفة الحياء، أي الخوف من الله وتجنب الشيء اللي بيغضب ربنا. alright. طيب، وإيه كمان بيقول لي إن modesty must begin with the heart. Modesty must begin with the heart. الحياء الصفة دي لما الإنسان بيكون عنده حياء وخوف من الله بتنبع من القلب. دي حاجة روحانية، إحساس الخوف من الله ومقاربة يعني إن مراقبة الله في القول والفعل دي حاجة بتنبع من القلب، بتبدأ من القلب. Modesty must begin with the heart. يبقى احنا لغاية دلوقتي أخدنا 3 نقاط أساسية عن المودستي، الحياء، علشان الإنسان يبقى a modest person. هي إيه؟ إن modesty is reflected in a Muslim's way of speaking, dressing and behaving. وإيه كمان؟ إن modesty is manifested in one's relationship with his Lord and others. يخلي باله الإنسان إن يبقى حيي مع الله ومع الآخرين. alright. طب والمودستي must begin with the heart، بتبدأ من القلب، لأن هي حاجة أساسها spiritual، روحانية أولا، وبتظهر بقى في الأقوال والأفعال وكده. Modesty is a branch of faith. Modesty is a branch of faith. يعني الحياء هو فرع أو شطر من الإيمان. أوكي. طيب، يبقى لازم دي حاجة أساسية علشان الإنسان يبقى a true Muslim. كان لازم يبقى a modest person.
طب السبيتش، اول حاجه السبيكينج بقى، التحدث بتاعنا كلامنا المفروض يبقى ايه؟ should be well mannered. well mannered يعني مصاغ جيدا، ما اقولش كلام يسيء للاخرين او يكون بذيء او يكون فيه فاحشه، ما يكونش فاحش، ما يكونش كريه، ما يكونش بذيء، ما يؤذيش الاخرين. يبقى speech should be well mannered. ليه برضو؟ لان التحدث هو فرع من فروع الحياء، لازم يظهر فيه صفة الحياء كمان. اوكي، طب عشان ايه كمان؟ لان لو مفيش حياء، يعني في immodesty، عدم خوف من الله وعدم حياء، can lead one to verbally abuse others and physically assault others. يعني ايه؟ لو ما كانش فيه حياء، يعني عدم الحياء بيقود الى ايذاء الاخرين بالقول وايذائهم كمان بالجسد، يعني الاعتداء الجسدي على الاخرين. علشان كده modesty is very important، بتخلينا ان احنا we don't verbally abuse others and not to physically assault anyone. Alright, يبقى speech should be well mannered. Immodesty can lead one to verbally abuse and physically assault others. طبعا ده منهي عنه في الإسلام. Which will cause corruption. وإيه اللي هيسبب فساد؟ إيه اللي هيسبب فساد؟ immodesty، اللي هو عدم الحياء، عدم الخوف من الله، إيذاء الآخرين بالقول verbally abusing the others، وإيه كمان physically assaulting the others، الهجوم على الآخرين جسديا أو الاعتداء عليهم جسديا، ده بيكون بسبب عدم الحياء أو عدم الخوف من الله. وقلنا أن الأمر ده will cause corruption، يعني سوف يسبب الفساد في المجتمع. alright، لان ديننا اساسا هو لا ضرر ولا ضرار، لو انتوا بقى فاكرين الدروس اللي احنا اخدناها في اليونت 1 من البوك كله. اوكي، طيب modesty should be a decisive factor in disciplining the Muslim's self. Modesty should be a decisive factor in disciplining the Muslim's self. يعني الحياء ده المفروض يبقى هو العامل الحاسم، العامل الرئيسي في تهذيب نفس المسلم. يعني الشخص علشان يبقى حياته تحت إطار معين من الحياء ومن الخوف من الله، هو ده العامل اللي هيخليه ان هو تبقى نفسه مهذبة، ما يؤذيش الآخرين، وطبعا ما يظلمش نفسه كمان. alright، let's move to another point here concerning a modest person or the modesty. Now we are going to talk about the modesty of Moses, blessings of Allah and peace be upon him. في البارت ده من اللسن أو في الجزء ده من اللسن هنتكلم عن حياء سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. alright، لأن حصل موقف كده القرآن بيصوره لما كان عند بئر مدين وساعد سيدتين سقى لهم الرعاء وساعتهم، وكان فعلا صفة الحياء بتتحكم في الموقف كله ونابعة منه، وهي اللي خلته ان هو ما يتحدث معاهم lower his gaze، يعني بيغض بصره، كمان ما طلبش منهم اي اموال جراء او مقابل هذه الخدمة، فهو كان تصرف بحياء وبخوف من الله. وهنشوف ازاي ان القرآن بيصور هذه القصة او هذا المشهد واللي أملاه عليه صفة الحياء الموجودة في سيدنا موسى. alright، so let's read this part and know more about it. بيقول لي the Quran highly estimates or highly esteems modesty and those who possess it. The Quran highly esteems modesty and those who possess it. القرآن بيقدر عاليا، بيثمن عاليا الحياء وهؤلاء الذين يمتلكون هذه الصفة كمان. طب هيتكلم عن مين اللي بيملك هذه الصفة؟ سيدنا موسى، اسمه بالإنجليش موسى blessings of Allah and peace be upon him، يعني عليه السلام. alright، طب إيه اللي حصل مع سيدنا موسى بقى؟ الحاجة اللي القرآن بيصورها في المشهد ده، he helped the two ladies at the well of Madian. He helped the two ladies at the well of Madian، يعني ساعد سيدتين عند بئر مدين. طب ساعدهم ازاي؟ بصوا على الصور بتوضح قوي، وهنقول كمان he watered their flocks. He watered their flocks، يعني ان هو سقى لهم انعامهم. كان معهم بعض الحيوانات اللي محتاجة تسقى أو تروى، وكان في هم قالوا في القرآن الكريم لو تفتكروا الصورة دي، يعني احنا مش قادرين نقف غير لما يصدر الرعاء.
هو روى لهم أنعامهم. alright، لأن هم برضو امرأتين، فمش زي الرجل لما يتصرف في الأمر ده. he watered their flocks، روى لهم أنعامهم. وبعدين عمل إيه لما روى أنعامهم؟ هل هو واقف يتحدث معاهم مثلا؟ لا، هو turned away to the shade، بعد ما روى لهم أنعامهم على طول هو تولى إلى الظل، لأنه شخص حيي. أوكي، لم ينظر إليهم، تولى إلى الظل، لم يتحدث معهم، لم يطلب الأموال مقابل هذه الخدمة. alright، so without socializing with them، يعني هو ما فتحش conversation معهم، ما عملش محادثة معهم، or requesting payment for this service، أو طلب أي أموال مقابل هذه الخدمة. يبقى إحنا عندنا القرآن الكريم صور قصة سيدنا موسى مع الامرأتين أو السيدتين عند بئر مدين، عندما روى لهم أنعامهم وتولى إلى الظل ولم يتحدث معهم ولم يطلب أموال مقابل هذه الخدمة. يبقى Moses, blessings of Allah and peace be upon him, helped the two ladies at the well of Madian. He watered their flocks to them. He turned away to the shade without socializing or requesting payment for this service. Alright? So, طب what dictated بقى التصرف ده؟ His behavior was dictated by modesty. His behavior was dictated by modesty. التصرف بتاعه كان أملي عليه بواسطة صفة الحياء الموجودة فيه. في مين يا ترى؟ في سيدنا موسى عليه السلام. alright، يبقى دي كانت من ضمن الأشياء أو الصور الجميلة اللي بتمثل الحياء في القرآن الكريم وفي الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. I advise you to be modest towards Allah, glory be to Him, the Exalted, in the same way that you are modest toward a pious man from your people. هنقول الحديث تاني: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. I advise you to be modest towards Allah, glory be to Him, the Exalted, سبحانه وتعالى. Alright, in the same way that you are modest toward a pious man. A pious man يعني رجل تقي أو رجل صالح. From your people يعني من صالح قومك، يعني أو من قومك. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. O Prophet, tell the male believers to lower their gaze and to keep their private parts chaste. That's purer for them. Surely, Allah is all aware of what they do. عندنا هنا في الآية القرآنية المترجمة lower their gaze يعني يغضوا من أبصارهم، وكمان private parts يعني الأجزاء من جسمهم اللي هي يعني خاصة شوية. وكلمة chaste يعني عفيفة، يعني نحفظ الأعضاء اللي هي بتكون خاصة شوية، وهي ده نفس المعنى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طب عشان إيه؟ That's purer يعني أزكى، أطهر، أنقى لنا طبعا ولهم. alright surely، علشان إيه بقى؟ عشان بالتأكيد طبعا إن ربنا عارف وشايف وخبير بكل حاجة بنصنعها. Allah is all aware of what they do. alright. طيب خلينا كمان dive deeper and know more about modesty in Islam. How to develop modesty. إزاي نطور أو ننمي صفة الحياء عندنا بقى. Developing modesty. يعني إزاي هنبقى modest person، هبقى شخص حقيقي. هنعرف دلوقتي بعض الأمور اللي الدين بيعززها علشان الإنسان يكون a modest person. أول حاجة to think one would do the sin in front of their parents. خلينا نفكر في الذنب، في الشيء السيء اللي احنا بنعمله لو عملناه. هل احنا نحب نعمل الذنب ده او الحاجة اللي تغضب ربنا دي، هل احنا نقدر نعملها قدام والدينا، ولا نستحي ان احنا نعمل الذنب ده قدام والدينا؟ طب نفكر بقى to think one would do the sin يعني الذنب in front of أمام their parents، أمام الوالدين.
طيب احنا بقى، ما هو الحياء من ربنا المفروض يكون اعظم كمان من الحياء قدام الناس. alright. a modest person، الشخص الحقيقي ده will refrain from any lewd act before their families. الإنسان الحقيقي هيستحي، هيمتنع إنه يعمل أي فعل فاحش أمام الأسرة، دي أول حاجة، أمام الوالدين. طب أمال بقى الحياء أمام ربنا؟ المفروض حيائنا أمام ربنا يكون greater than our modesty towards أو in front of our parents. يبقى احنا أو people in general، المفروض حيائنا قدام ربنا يكون أعظم وأعلى شأنا من حيائنا قدام الناس كمان. أوكي، يبقى a believer's modesty in front of Allah must be greater than that in front of people. A believer's modesty in front of Allah must be greater than that in front of people. يعني الإنسان المسلم الحقيقي أو المؤمن الحقيقي أو حياء المؤمن أمام الله لابد وأن يكون أعظم greater than that in front of، يعني أمام people، الناس. نفكر كده. أوكي، طيب إيه كمان؟ إزاي نطور صفة الحياء عندنا؟ الله glory be to him، ناخد بالنا ونحط في اعتبارنا الجزء ده. الله glory be to him is more deserving to be feared than other people. الله أحق أن يستحيا منه من الناس. انتوا أخدتوا بالكم كل المبادئ اللي احنا المسلم لازم يعني يعتبرها جدا وياخدها في اعتباره علشان ما يقدمش على the sin، الذنب اللي هو displease الله، ان هو يغضب ربنا. ويكون عنده modesty، حياء، يعني fear of الله، يعني خوف من الله، فما يقدمش على الذنب ده. alright، لأن الله is more deserving to be feared than other people. الله أحق أن يستحيا منه من الناس. alright. طب ازاي بقى، ازاي الإنسان يبقى عنده خوف ناحية ربنا برضو؟ هو بيقول لي a person has to have fear toward Allah glory be to him equally in private and public. الإنسان المسلم لازم يكون عنده خوف ناحية ربنا سبحانه وتعالى في السر وفي العلن. يعني سواء احنا قاعدين لوحدنا بمفردنا في الخلوات ما نعملش ذنوب عشان نخاف من ربنا، نفتكر ان ربنا احق ان يستحيا منه من الناس. اوكي، مش بس واحنا قدام الناس نستحي نعمل الشر، لا، احنا المفروض كمان يعني لو احنا في موقف in private في الخلوات محدش شايفنا، بيبقى ربنا مطلع علينا، ناخد بالنا جدا ان احنا to be modest and to have fear toward Allah as well equally in private and public. alright. طيب ازاي بقى احنا هنطور الصفة دي كمان قدامنا؟ هنأكد بس على الجزئية ان ربنا هو أحق أن يستحيا منه من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. الله glory be to him is more deserving to be feared than other people. طبعا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. and this speech was narrated by أبو داود، رواه أبو داود. أوكي، حديث شريف طبعا بيؤكد على ان مبدأ ان ربنا هو أحق ان احنا نستحي منه من الناس. اوكي، طيب يبقى in private and in public as well، يعني احنا نستحي من ربنا في الامور السريه واحنا في امورنا الخاصه في الخلوات، وكمان في العلن واحنا معانا ناس. alright. modesty pursues morals. في الجزء ده من الدرس هيتكلم عن صفة الحياء كحاجة متمة أو متممة لمكارم الأخلاق. modesty يعني الحياء أو الخوف من الله، والverb pursues هنا معناه يتمم، وكلمة morals معناها الأخلاق أو مكارم الأخلاق. يبقى الحياء هو صفة متممة أو تتمم مكارم الأخلاق. خلينا نعرف أكتر دلوقتي إزاي إن الحياء يتمم مكارم الأخلاق. يعني هو مهم عشان يبقى احنا عندنا فعلا morals وعندنا ethics. أوكي، طيب احنا عارفين من قبل كده من الفقه إن الإسلام هو دين بيؤكد على الإيثكس والمورالز، يعني الأخلاقيات. alright. to live a balanced lifestyle، عشان نعيش حياة متزنة. modesty is the means to pursue morals. modesty is the means to pursue morals، يعني الحياء هو الصفة أو الوسيلة اللي بتتمم مكارم الأخلاق والإثكس morals and ethics in society في المجتمع. وبتشجع على إيه كمان؟ المودستي encourages proper behavior and thought. It encourages proper behavior and thought. يبقى الحياء، صفة الحياء والخوف من الله هي تتمم
it's the means، هي الأساس أو الوسيلة to pursue morals and ethics in society، هي الحاجة اللي بتتمم مكارم الأخلاق في المجتمع and encourages proper behavior and thought، وتشجع على السلوك القويم والفكر القويم كذلك. أوكي، طيب بإيه بقى؟ طبعا علشان يعني مع مين؟ with Allah glory be to him and other people، يعني مع ربنا سبحانه وتعالى ومع الناس. دايما يبقى عندنا سلوك وتفكير سليم مع ربنا وكمان مع الناس. ده نابع من ايه؟ من المودستي، من الحياء، يعني fear of الله، الخوف من الله. alright، طيب خلينا بقى دلوقتي نعمل يعني فوكس اكتر او هايلايتنج على الاجزاء الدينيه اللي درسناها، بس من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: استحيوا من الله تعالى حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. Be bashful before Allah. Glory be to him truly. Be bashful دي الترجمة بتاعت الحديث اهو. Be bashful يعني كن حيي، خليك حد بيستحي من ربنا قدام ربنا truly حقا. فهم الناس اللي كانوا بيستمعوا، الصحابة اللي كانوا بيستمعوا للحديث ده، ردوا على النبي وقالوا له ايه؟ Oh messenger of Allah glory be to him verily we are bashful. بجد احنا فعلا بنستحي، احنا عندنا حياء. praise be to Allah، الحمد لله، glory be to him. فحضرة النبي رد عليهم وقال he said that's not what I meant by being bashful. مش ده اللي أنا أقصده بكلمة bashful، يعني الواحد بيتحرج، مش ده المعنى الحرفي مثلا أو المعنى السطحي للكلمة، لا. true modesty before Allah means، بدأ حضرة النبي يديهم بقى المعنى الحقيقي، يفسر يعني إيه المعنى الحقيقي لكلمة الحياء أو لصفة الحياء لدى المسلم، إن هي إيه؟ بيقول لهم means to protect your head and what it involves، إنه يحفظ الرأس وما بداخله، يعني أفكارنا. your stomach and what it contains، المعدة وما بداخلها، المأكل والمشرب والأمور الحياتية. alright، to remember death and tribulations، نتذكر الموت والابتلاءات. كلمة tribulations يعني الابتلاءات. okay، and whoever wishes for the hereafter، أي حد بيبتغي ويريد الحياة الآخرة، okay، he should leave the adornments of this life، ينبغي ان الشخص ده اللي بيريد الاخره ان هو يترك زينه الحياه الدنيا. كلمه adornments يعني المتع بتاعه الحياه الدنيا وزينتها، الحاجات اللي هي بتشغل الانسان عن العباده دي. يبقى الانسان اللي مركز على الاخره ما يركزش قوي على الزينه والمتاع بتاع الحياه الدنيا، ولكن يعيش حياته في الدنيا والاخره طبقا للدستور اللي وضعه الايه؟ الدين الاسلامي. اوكي، شايفين ازاي ان الدين الاسلامي بيعرفنا من خلال الحديث الشريف والايات القرانيه كل هذه الامور اللي بتبعث على صفه الحياه. هنعمل دلوقتي practice على الليسن ده. and now we're gonna answer the following questions، اجب عن الاسئله التاليه. the first question says، اول سؤال عندي بيقول how is modesty reflected in a Muslim's lifestyle؟ ازاي الحياء صفه الحياء بتنعكس في اسلوب حياه المسلم، يعني بيظهر في ايه؟ احنا اخدنا 3 بنود كده او جوانب معينه بتظهر فيها الحياء من عدمه او الخوف من الله. يبقى هنقول in their way of speaking, dressing and behaving، في طريقه التحدث والملبس وكمان التصرفات بتاعتنا، ودي اللي هي بتبقى من خلالها ومن خلال تفاصيلها وتطبيقاتها إن بتنعكس صفة الحياء اللي هي modesty. Alright, the next question says why should we lower our gaze and be modest؟ ليه ينبغي إن احنا نغض البصر ونكون شخص حيي؟ علشان إيه؟ فكروا كده، ليه ده مبدأ مهم؟ because احنا قرينا إن ده أزكى لنا، أنقى وأطهر لنا. That's purer for us. That's purer for us يعني أزكى وأطهر لنا. وعلشان إيه كمان؟ Allah is aware of what we do and say. ربنا عالم وعارف ومدرك وشايف ومطلع على كل ما نقول ونفعل. يبقى ليه الحياء دي حاجة مهمة؟ علشان that's purer for us. Allah is aware of what we do and say. The next question says
How do you think one can develop modesty? How do you think one can develop modesty? إزاي تعتقدوا إن الشخص يقدر يطور وينمي جواه صفة الحياء؟ Modesty must begin with the heart. احنا قلنا ان صفة الحياء دي حاجة منبعها حاجة روحانية الأول. A Muslim must be closer to Allah. لازم المسلم يكون قريب من ربنا، ينمي عنده الروحانيات. Moreover, speech should be well mannered. يبقى احنا الحياء بتاعنا نبدأه بكلامنا، أول ما نيجي نتكلم كده ما نؤذيش الآخرين. Not to verbally abuse others. اوكي؟ ويظهر ذلك كمان في الملبس dressing، ويظهر في البيهيفير في التصرف. بس أنا هننميه الحياء ازاي؟ هنطوره ازاي؟ being close to Allah، being closer to Allah، نقرب من ربنا أكتر، نعلي الروحانيات بتاعتنا، يعني support the spirituality، نعزز الروحانيات بتاعتنا، وساعتها هنخاف من ربنا. اوكي؟ ونخلي بالنا ونراقب ربنا في أقوالنا وأفعالنا. alright. next. How does modesty maintain morals and ethics in society? ازاي ان المودستي بتحافظ على او بتحفظ الاخلاقيات في المجتمع، بتخلي المجتمع مجتمع اخلاقيات، مجتمع ديني متوازن. ازاي ان المودستي بتكون سبب في ان هي تكمل او تتمم مكارم الاخلاق؟ هنقول ايه؟ modesty encourages one to be proper in behavior and thought with other people and with Allah. Modesty encourages one to be proper in behavior and thought with other people and with Allah. يعني الحياء بيشجع، encourages يعني يشجع الشخص انه يبقى proper يعني صحيح وسليم كده في البيهيفير يعني السلوك، and thought يعني الفكر مع الناس ومع ربنا كمان. Okay, let's move to another question. What does true modesty before Allah, glory be to him, mean? يعني ايه الحياة، صفة الحياة الحقة بجد الحقيقية قدام ربنا؟ ده معناها ايه؟ عايزين معنى يعني تعريف كده او نفسر اكتر الحياء الصحيح بجد ناحية ربنا او امام ربنا. It means to do what pleases Allah and avoid what he forbids. معناها ان احنا نعمل او ننفذ الحاجة اللي ترضي ربنا، الفعل please يعني يرضي، and avoid نتجنب what he forbids يعني يعني ربنا يحظره او يحرمه. يبقى احنا نتجنب الحاجات اللي ربنا بيمنعها او بيحظرها او بيحرمها. اوكي. The modesty of a believer in front of Allah must be greater than in front of people. حياء المسلم ناحية ربنا او قدام ربنا لازم تكون اعظم من حياءه ناحية الناس. اوكي. Well, actually, this is the end of our episode today. I hope that you got the best out of it. Till we meet again, inshallah, next week. It's not goodbye. Take care.